السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفجر الاستثمار الدجني. كلمني أحد العملاء دلوقتي الساعة 4 الفجر، بيقول لي الحقني الفراخ الفراخ عندها جهاد حراري. أنا حذرت من الجهاد الحراري وتأثيره على القطيع. هذا اللي احنا شايفينه. نبص كده مع بعض في كتاكيت، يعني ده لوجه الله، لوجه الله ناخد بالنا. الكتاكيت هنا الجهاد الحراري اهو، مثلا عينة زي كده اهو جهاد حراري، ناخد بالنا ما نستناش الحر يجرس علينا وبعد كده يعني نتحرك. ده فيديو لوجه الله، ناخد بالنا من الجهاد الحراري اهو. شايفين اللي حصل ايه؟ وانا جيت لقيت فيه عدد نافق بصراحه، يعني مش قليل، بس الحمد لله يعني تاخد دورها ان شاء الله وتعلم لغيرها. طبعا احنا ركبنا الخليه اهو، خليه متر في متر، ادينا شغالين فيها بنركبها. انا والله ما رضيتش استنى لبكره علشان نيجي بقدر الامكان نلحق ما يمكن. ملحوظه ثانيه برضو هنا بالنسبه للعميل ده، العميل ده التهويه عنده هنا شبه معدوم، هو شغال بالشفاط ده بس، وكمان الخليه لسه مركبينها هنا، وكان وراها فتحه صغيره خالص لا تذكر اهو. طبعا الكلام ده برضو مش صح، وانا نبهت عليه، وهو ان شاء الله هيطور الدنيا هنا ان شاء الله. طبعا الكتاكيت اغلبها اجهاد حراري. ده يا باشا اجهاد حراري كله يا باشا. حتى الكتاكيت النهارده مش محوله خالص. بص 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 الحراره كام دلوقتي؟ حراره هنا حوالي 30 الحراره اهو، 30 ونص. طبعا 30 حراره عاليه شويه، هنا حراره عاليه حوالي درجتين. تمام، ناخد بالنا لوجه الله، ناخد بالنا. الفجر الاستثمار الدجني.